السلام عليكم. معكم مسافة. اليوم قصة السبعة، قصة أصحاب الجنة، واللي غادي تكون عبارة على 15 ديال الحلقات. وأنا مأكد ملي غادي توصل لآخر حلقة غادي تكون عرفتي بزاف ديال الأشخاص اللي منهم هاد الشخصية اللي غادي نهضروا عليها اليوم. ودابا يلا نبداو. القصة ديال اليوم اللي نقدر نقول عليها أن هاد الشخص هو رفيق الدرب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي نقدر نقول عليه أن القرآن الكريم شهد بالصحبة ديالو. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اسم ديالو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب، والكنية ديالو أبو بكر، واللقب ديالو الصديق، لأنه أول واحد اللي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وثق به. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من السباقين إلى الإسلام، حيث آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون تردد. من اللي حكى له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أكرمه الله من الرسالة والنبوة ودعاه للإسلام، أسلم من غير تردد أو شك، فهو أول واحد اللي أسلم من الرجال. وسبحان الله، كان من الأشخاص الذين رفضوا عبادة الأصنام، لأنه كان حنيف على ملة سيدنا إبراهيم خليل الله، وحرم على النفس ديالو أنه يشرب الخمر. كيقولوا ما عمرو شرب الخمر ديالو قبل الإسلام. كيقولوا أنه كان بائع للثياب، وكان سيدا من سادة قريش، وقد اتصف بذكائه والقوة والمعرفة. رافق النبي صلى الله عليه وسلم ملي مشى لغار الثور، ودخل أبو بكر الصديق هو الأول، باش إلا وقعت شي حاجة تجي فيه هو ما تجيش في النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معايا الحب اللي كان كيبغي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء لازم نتعلموا منه في أي علاقة. تضحية من أسباب الحب. المهم نكملوا. كمل معه في طريق الهجرة. كان أبو بكر رضي الله عنه ملي كيمشي الرسول صلى الله عليه وسلم كيمشي في الخلف ديالو، في اليمين ديالو، على الشمال ديالو، من الخوف ديالو على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو أول خلفاء الراشدين، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومنهم أبو بكر الصديق، يتمتع بمكانة عظيمة في نفوس شرفاء قريش، فكان أعلم قريش بأنسابها، وقد استغل هذه المكانة العظيمة في دعوة إلى الله عز وجل، حتى أسلم على يديه عدد من أفاضل المهاجرين المشهود لهم بالجنة، وكان أبرزهم الزبير بن عوام، وطلحة بن عبد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. عندما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على نفقة في سبيل الله، أنفق أبو بكر ماله كله. قال عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق، فقلت اليوم سأسبق أبو بكر، يعني اليوم غادي نفوته. فقال: فجئت بنصف مالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله ما عمري نقدر نفوته، إنه أبو بكر. اعتق أبو بكر الصديق 7 من العابد قبل الهجرة، كان من بينهم بلال ابن رباح اللي تكلمنا عليه في حلقة قبل. من كونه رجلا رحيما، إلا أنه في مواقف الحرب كان أشد وأصلب من عمر بن الخطاب الذي عرف عنه الصلابة والشدة في الحق. واللي نقدر نقوله أن أبو بكر الصديق ملي مات خلى من موراه درهما ولا دينار من كثرة إنفاقه في سبيل الله عز وجل. وهادشي اللي كاين. حاولت نقربكم شوية من رفيق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. حتى هنا كنكون وصلنا لنهاية الحلقة. كنتمنى هاد سلسلتنا الإعجاب ديالكم، ونتلاقوا في حلقة جاية إن شاء الله. وما تنساش، بينك وبين المعلومة مسافة.